طيب شادي حسين 30 سنه وجاي من نادي في وسط الجدول، نادي سيراميكا كليوباترا، اللي هو النوادي اللي بتلعب عن مضمون. ايه اللي ممكن يقدمه شادي حسين للاهلي؟ وجهه نظري شادي حسين هو حسام حسن جديد في النادي الاهلي، والافضل على اداره النادي الاهلي كان وجود احمد ياسر ريان لصغر سنه، ولانه معدلات تهديف احمد ياسر ريان افضل بكتير جدا من شادي حسين، مع كامل احترامي لشادي حسين. ندخل على مصطفى سعد ميسي، لعيب ممتاز، كل الناس شايفه ان ده موهبه قادمه لمنتخب مصر وللكره المصريه، ماشي كله ده تمام، لعيب مراوغ، لعيب سريع، لعيب اللي هو تحب تشوف الكره معاه، نوعيه ايمن حفني. ولكن طول عمر النادي الاهلي مش مدرسته اللعبه اللي زي مصطفى سعد ميسي. عمرنا ما شفنا في النادي الاهلي ايمن حفني او شيكابالا او حازم امام، لان منظومه اللعب في النادي الاهلي دايما معتمده على منظومه مش على اداء فردي من لعيب مهاري. واللي هنا انا بشوف ان الصفقه ما كانتش في محلها، وفي احتياجات ثانيه كانت عند النادي الاهلي اهم، زي مثلا ان هم يدوروا على بديل لعلي معلول. وفي نفس الوقت مصطفى سعد ميسي لعيب جيد، لعيب صغير، بس انت عندك زياد طارق، سواريش جاب زياد طارق، تألق